كلامنا النهارده بقى على ظاهرة غريبة طلعت لنا في السوشيال ميديا للأسف، وهي جواز الويك إند. حاجة كده مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا. طبعا احنا ضد أي أفكار تقول للناس خالفوا الفطرة أو غيروا اللي ربنا خلقنا عليها. يعني الجواز أساسه الاستقرار والمودة والرحمة. لما بيروح لسكة تانية كده لازم نقول نقف ونرحب بضيوفي كابتن عماد غنيم، لايف كوتش واستشاري الصحة النفسية والعلاقات وتنمية المهارات وتطوير الذات. أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذة سارة. حضرتك والأستاذة سارة محمد، استشاري نفسي وعلاقات أسرية. أهلا بيكي يا أستاذة. ازيك؟ أول حاجة أنا عايزة أفهم بقى إيه حوار الجواز الويك إند اللي طلع مرة واحدة على السوشيال ميديا دي؟ كالعادة في الفترة الأخيرة ظهرت ترندات كتير قوي، ممكن نكون مع أو ضد، ولكن إحنا يهمنا المضمون بتاع الموضوع نفسه، وهو إن في الآخر هو الزواج. ناس كتير بتتفق، ناس كتير ضد، ده زي ما حضرتك قلتي وذكرتي في الانترو. ولكن خليني بس أوضح حاجة صغيرة أنا وسارة. يعني إحنا بنتكلم بعيد عن الجانب الديني طبعا، أكيد بنتكلم اجتماعي. بالظبط اجتماعي. كمان برضو في حالات معينه انا هكون مع الويك اند مارج اللي هو ستيب فاميلي، يعني هو حد عنده عيلته، عنده اولاده، ومش هينفع انه يدخل واحده غريبه على اولاده، وهي كمان عندها اولادها، وممكن يكون اولادها رافضين وصعب ان تدخل حد غريب. فهنا بنقول ستيب فاميلي. ففي الحاله دي انا بكون مع الحاله دي لان دي طريقه للمعايشه. هو المقصود بجواز الويك اند ان احنا طول الاسبوع احنا مش مع بعض ونتقابل في الويك اند. مظبوط. هو مزبوط. كل واحد ليه بيته، ليه حياته، ليه شغله، ليه اسرته، وبيتقابلوا في اوقات الفراغ او في الويك اند او ما يسمى بالاجازات. انتشر. ممكن اكون مع لبعض الاسباب، يعني زي ما قلنا اول حاجه ستيب فاميلي، كل واحد ليه اسر بالظبط. عندهم كل حد عنده اسره، عنده منظومه عائليه. واحد افراد المنظومه دي بيرفض ان يكون حد غريب يدخل، او هما الاثنين من الصعب ان هما يجمعوا الاولاد. فبالتالي هنا ممكن نقول ان دي نوافق عليها، لان دي هنا هتحل مشاكل، هتحل تحديات في حياتنا، هتحل تغيرات اجتماعيه، تغيرات اقتصاديه، تغيرات اجتماعيه حوالينا. فبالتالي نقدر نوافق على هذه النوع من الزواج. طب هو يعني احنا طول عمرنا عندنا الظروف الاجتماعيه والحالات اللي احنا يعني مفيش تغيير، احنا ظروفنا الاجتماعيه من طول عمرنا، بس احنا الفتره المؤخره دي اللي ظهر. ايه اسباب ظهوره بقى الفتره دي؟ ما كانش موجود زمان. البعد عن الحاجات اللي كانت موجوده زمان. احنا بعدنا عن كل حاجه، احنا عايزين نطلع من اصولنا، عايزين نبقى ناس تانية خالص. عايزين نقلد الناس اللي لا تربوا على نفس العادات ولا التقاليد. انا دايما بقول من يوم ما بعدنا عن العادات والتقاليد وكل حاجه اتغيرت. احنا عمرك في حياتك من 10 سنين 20 سنه كنت سمعتي عن حاجه اسمها جواز ويك اند؟ كنت بسمع عن جواز المسيار. ماشي، دي حاجه بس ما كانتش مشهوره برضو عندنا كتير في مصر. انا بتكلم في مصر، هي مش مشهوره. دلوقتي بقى جواز الويك اند كتير جدا، زي المساكنه. الحاجات دي بقت كتيره جدا. لا احنا خلينا في الجواز الويك اند. انا بصراحه انا كنت فاكراها ترند كده طلع على فيسبوك ولا لا. يعني ما هي على فكره هي نفس المسميات، بس دي حاجه، لا دي حاجه احنا بنعملها بعقد بس. هي دي فكره نفس الحاجه، بس حاجه احنا بنعملها بعقد بس. هو الجواز ايه غير ان احنا نشارك بعض ونعمل شير وموده ورحمه ونعيش مع بعض ونشيل بعض. مرابطه جواز مرابطه، صح ولا لا؟ طيب انا النهارده لما اجي اتجوزك ونتقابل مثلا ويك اند خميس جمعه، تعرف عني ايه طول الاسبوع؟ اعرف عنك ايه طول الاسبوع؟ انت فين؟ انا فين؟ لو كان في حد من افراد المنظومه، يعني المنظومه اللي انا عايشه فيها دي، في فرد رافض، لا انا هقنعه. ما انا النهارده لما اكون انا منفصله ويكون عندي عيال رافضين جوازي تاني، يبقى هم انانيين، يبقى انا ما عرفتش ان انا ازرع في عيالي دي او في الولاد اللي معايا دول حب الغير وحب مامتهم. فلما يجي النهارده حد من عيالك يقف قدامك يقول لك لا انا مش عايزك تتجوزي، يبقى انت زرعتي فيه الانانيه. وهو كمان نفس الحاجه، لو هو راجل منفصل وجي ابنه او بنته قالوا لا احنا مش عايزينك تتجوزي، يبقى انت زارع فيهم الانانيه. لان الوحدانيه دي طبع ربنا. وفي حد بيعيش وحيد في الدنيا؟ لا، الوحدانيه دي طبع ربنا. يعني سنه 2 3 20 هيزهق، عايز حد معاه يقسمه حاجاته اللي بيحبها، حاجاته اللي بيتضايق منها. فمن كذا سنه ما كناش نسمع عن الحاجه دي. لما سيبنا عاداتنا القديمه بدانا نظهر، والحاجات اللي دي تظهر علينا، بدانا احنا بقى نشوف ايه ده، احنا عايزين نقلد، احنا بنقلد من غير ما نفكر. ودي حاجه عملت مشكله كبيره قوي. يعني حضرتك ضد اصلا؟ يعني طبعا. هو استاذ عماد هو مع في الاسر المنفصله وكل واحد ليه اسره. لا، ما هو انا لو انا منفصله بالظبط، يعني مع انا قصدي يا استاذه ساره ان انا فعلا احنا مع، ولكن بحالات هي اللي بتودي بينا للحاله دي. انا لو منفصله وعيالي وقفوا قدامي في مساله ان انا اتزوج تاني، لا طبعا، يبقى انا كده زرعت فيهم انانيه.
طيب خليني بس اقول حاجه صغيره. هو احنا فئه النوع ده من الزواج هو الحقيقه منتشر من فئه سن من 45 ل 55 سنه، فئه اللي هي بنسميها ما يسمى بالمطلقات وبالارامل. خليني اقول لك ان انا كمان ضد في حاجه معينه، ان خصيصا يعني الارامل والمطلقات بيحتاجوا كتير من السبورت او حاجه اسمها ما يسمى بالسوشيال سبورت، اللي هو ايوه طبعا. الدعم النفسي والدعم الاجتماعي، دعم روحي، دعم جسدي، دعم فكري، دعم من كل النواحي. بيحتاجوا احتواء جدا كمان عشان التعافي من الصدمات السابقه، سواء كان ارمله او مطلقه بالذات. طب ما يبقى هقطع جواز عليك حاجة رسمي بس. ليه؟ جواز، بس لا. ما احنا قلنا بقى ان في اسباب هي اللي بتخلينا نروح مفيش حد لده هيعالجك من ونوافق. الصدمات السابقه غير نفسك. يعني انت ما تفتكرش ان انت لما تطلع من علاقه وتدخل علاقه هتتعالج من صدماتك السابقه. المطلقات والارامل يعني مع يعني احترامي مثلا لو واحده مطلقه وارمله، هي مش قصه تخرج من علاقه تدخل في علاقه، بس قصه هي محتاجه حياه، بالظبط. محتاجه سند. ما طبعا عشان أنا الراجل محتاجة- سند للست بالظبط. والست سند للراجل. وعشان انا محتاجين- محتاجه حياه، محتاجه حد متواجد معايا. انا مش محتاجه بالظبط. حد الاقيه اخر الاسبوع مهم. او ارفع عليه سماعه. طب هنشارك الحياه ازاي؟ مهم. هنبقى بس نتقابل اخر الاسبوع ونخرج اخر الاسبوع؟ لا، هي ايه اصلا الحياه الزوجيه كلها غير مشاركه، يعني كلها على مشاركة بعضها. يومية. يعني بالنسبه لك بقى مطلقه ارمله اي حاجه احنا مشاركه هي يومية، حاجه مفيش ما اسمها- هي حاجه يعني ما تعبهاش خالص انها كانت مطلقه او ارمله او ايا كان ايه ظروفها. مهم. حاجه ما تعبش حد، وهو كمان حاجه ما تعبهوش. طب تفتكروا هو الموضوع ده ظهر في فئات معينه؟ تحديد فعلا فئه، طبعا ظهر في فئه معينه، ظهر في الكلاس العالي شويه، في فئه سنيه من 45 ل 55. ظهر كمان عشان يعالج بعض المشاكل الزوجيه والتحديات الصعبه، الملل الزوجي وروتين الحياه ما بين الازواج. ده نظام كمان نرمي بقى، احنا زهقانين فنسيب نرمي بعض. عايز اقول لحضرتك مصر من البلاد يعني من التوب 3 من البلاد اللي ظهر فيها حالات الطلاق بشكل كبير جدا الفتره الاخيره. عشان بقينا نلاقي حلول. لأسباب الطلاق ظهر كتير. عشان في حلول. لا هو عشان إيه مش الحلول؟ أنا بنعالج طبعاً هو ده المشاكل. ان انا امشي النهارده الست اول ما بتبدا تشم نفسها بس شويه بتحس ان هو كان ضاغط عليها، وهو يشم نفسه شويه يحس ان هي كانت لود عليه. دايما احنا عندنا كده حاجه يقول لك انا وقفت جنبه وساندته ولما بقى معاه فلوس راح اتجوز. سالتيش أو نفسك؟ ما طلقني. سالتيش نفسك ليه؟ ما لا يعني فراغة عين يعني. لا بالنسبه لي فراغة بتفكروا عين. بايام الصعبه. لا انا بشوف هو خلاص يعني هي لا. عاشت مع الايام الصعبه ايوه بتفكروا بايامه فنجدد الصعبه، بقى. بتفكروا بايامه هو الصعبه، فاحنا بقينا نلاقي السبب- حلول نستسهل بيها. وما بنحلش المشاكل الرئيسيه ما بين الازواج، فبالتالي بتتفاقم وتظهر وتكبر بسرعه وبنوصل للانفصال. هو طبعا حلول ان احنا ان الطلاق زاد قوي، دي بتاخد حلقات وحلقات وموضوعات ده تانية ان احنا بنعالج المشاكل، ولكن احنا بنقول لحاجه احنا وصلنا لها، هل ازاي ان احنا نتعامل معاها، هل نستفيد منها ولا لا. طب هسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. اكيد تواصلت مع ناس فعلا زواج ويك اند فعليا، بالتأكيد. هل فيهم نسبه طلاق ولا الدنيا اكيد في مشاكل؟ بالتأكيد في زيه زي اي ما هم زواج، بيزهقوا ولكن احنا برضه. بنقول هم إن برضه إحنا ليه بيزهقوا. هو بنوصل. لحقوا ده هو ويك اند. لا معلش، ما انا لا زهقت ما هو بقى. هو حضرتك انا بشوف ان ده كمان بيعالج زي ما قلت من شويه، بيعالج بعض المشاكل الزوجيه زي الروتين والاهمال والملل وعدم الاحتواء وعدم الكلام وعدم هقول لك التواصل. حاجه شويه ف- كده كمان، وبيبداوا هي بقى تقول له ايه، لا انا عايزاك معايا على طول. مش اوكي احنا كنا متفقين ان احنا مع بعض بالظبط. في الويك اند؟ تبتدي نعمل له المشاكل. ستريتشنج. اذا هنا بقت أوكي. ميزه، يعني اذا ناخد من زواج الويك اند او الويك اند مارج ان هو لو التجربه نجحت في لا حياتنا بس الرجاله نعمل لها ستريتشنج طول حياتنا. بس أنت عارف إن لا ما هو الرجالة الراجل لو انت تفكيرها اتفقت معاه ان آه. احنا نبقى في الويك اند وقلت له تعالى كل يوم مش خد بالك هيرضى، إن ولو لو- رضي هيزهق. لو- الرجاله تحت تفكيرها العلاقة. موحد. الرجاله تفكيرها موحد. مم. يعني الراجل ما بيتاقلمش بسهوله. اوكي اوكي راجل مش استرتش، الست هي اللي استرتش بتتاقلم بسهوله جدا. عندها مرونه فعلا. الراجل ما بيتاقلمش بسهوله خالص. فعشان اجي النهارده انا وانت عاملين مع بعض ان احنا هنتجوز في الويك اند بس، واجي اقول لك انا عايزه اطلع بره اطار العقد ده، لا هو هيحس ان هي عملت عليه لود فهيمشي. احنا بنتكلم على زواج مكتمل الاركان وزواج صحيح 100%. مفيش حاجه اسمها ورقه زواج ويك اند. لا أنا هو أقصد ده مش تماماً. ورقه. يعني لا احنا احنا ده بنتكلم على بيسمى- جواز رسمي. التعايش هو ما بين- جواز رسمي بس كده كده. نتقابل في أيوة. الويك اند. بالظبط نتقابل في الويك اند بس طريقه للتعايش زي ما قلنا، بنعالج بيها بعض مشاكل الحياه. لو العلاقات بالعكس احنا بنعمل بيها استريحت مشاكل اكتر. والدنيا بقت تمام ومشينا ما احنا مع مش- بعض واستريحنا في العلاقات، وبقى في كلاريتي في ما بيننا، فرانكنس، في صراحه، في وضوح. احنا بنعمل كده بيها مشاكل اكتر. نعم بنعمل بيها ما مشاكل احنا هنمشي اكتر. واحده لا، واحده بس بنحل هنشوف يعني هيعمل ايه. أنا خلاص قصدي بعد بنحل ما وصلنا المشاكل. وعرفنا ان احنا الله حلوين مع بالظبط، بعض. حلوين مع أوكي. بعض نقعد بقى والدنيا نعيش مع ماشية. بعض. بنحاول نعمل ستريتشنج. ممكن الوقت بيزيد بالتدريج لحد ما تبقى هي دي نمط حياه واسلوب حياه، يبقى استمرينا. احنا خدنا ما من هي حاجه هي. حتى اللي مش شايفاها استاذ ساره ان هي مش كويسه ومش احسن حاجه، حولناها لقيناها بقت حاجه ممكن تبقى مش نمط هيحصل، كامل. مش هيعمل ما هي كده. هيرجعوا الراجل- تاني للعلاقه اليوميه وهيحصل الراجل تاني مش هيعمل
هيعمل كده، مش هيعمل كده، لان الراجل مش ستريتش، مش لين. لا هنمشي انه مش قصه لين، بس هو زي ما قال احنا جربنا العلاقه ما بيننا، ارتحنا مع بعض، خلاص تعالي بقى خليها نبقى مع بعض عايشين، وهو وافق مفيش مش هتيجي منه. طب اقول لك مش على هتيجي منه احصائيه طبعاً. بقى. هتيجي منه. سارة، هتيجي أنا منها هي. عندي احصائيه يعني مؤخرا يعني اتعملت وتم اعلان عنها ان 70% من حالات الانفصال بتكون بسبب طلب السيدات، يعني النساء هم الاكثر طلبا على الانفصال. ما انا هطلب ليه؟ 30% ايوه انا للرجال. هطلب ليه؟ انا معاك ان ممكن تكون الرجاله هم اللي بيضغطوا، او هو السبب الرئيسي، او مش السبب الرئيسي، سبب كبير يعني من ال 70% ان وجود الرجال وجود المشاكل. عمرك شفت راجل عايز يطلق؟ القدره على الحل فين؟ ان احنا نحل، ان احنا نشوف المشاكل فين، ان احنا نواجه. قليل قوي لما يبقى في راجل عايز يطلق، قليل، لانه ما بيشوفش نفسه غلطان، مش شايف نفسه عامل حاجه، فطبيعي. ده احنا كده دخلنا في الرجاله ما تشوفش نفسها غلطانه اصلا من البدايه هو مش شايف نفسه غلطان، شايف نفسه ما عملش حاجه. انت اللي مكبره الامور، انت اللي هرموناتك مش متظبطه، انت اللي عندك حاجات نفسيه، انت اللي عندك مشاكل. طب ما احنا لو مشينا باللي بتقولي عليه ده، اللي كان في الويك اند بقى يومي، هنرجع لنفس المشاكل، مش هتتغير. لا ما في حاجات بقى. احنا النهارده بصي بقى، النهارده انا عشان اجي اتجوز، الجواز ده مش عشان احنا بنحب بعض فيلا بينا نقوم نتجوز الصبح. ما احنا لا، لو بالحب يبقى كده كل واحد حب التاني هيعرف يتجوز. واغلبيه الطلاق بيبقوا اتنين بيحبوا بعض وبيطلقوا. كنت لسه هقول لك اهم حاجه مش قلبك، القلب ولا العقل. انا دايما بقول القلب ولا العقل. العقل والقلب، بس العقل الاول اللي بيوجهك. ننفع مع بعض او ما ننفعش. بالظبط. الواجهه الاجتماعيه، اهلنا، تعليمنا، ديننا، كل حاجه، توافق الفكري، دي اهم حاجه. وبصي على اهلك واهله، يعني دي حاجتين برضو ان احنا ما بناخدش بالنا منهم. مظبوط. تيجي بعد كده انت هتخشي في وسط العيله دي مدى حياتك، وانت كمان، فانت قادر تتقبل وانت قادره تتقبلي، يعني انت قادره تعيشي. والشخصيات اهم حاجه. انا شايفاك بحبك دلوقتي، بس اول حاجه هعرف اتعايش مع عيوبك. ودايما انا بقول ناخد بالنا من اللي زي ما بيقولوا اذا خاص انفجر، ناخد بالنا قوي من الحته دي. لما بيحصل بينك وبينه حاجه، تاخدي بالك ان هو من الشخص اللي بيثور وبيروح لبعيد وما بيعملش حساب لاي حاجه، ولا الدنيا بتمشي وتمام بيعرف يحل. لان في ناس بتمشي ورا مشاعرها تحسسك ان مش هو ده اللي كان معاكي من ساعه. صح. يعني عارفه اللي هو بيروح ورا الاكستريم بتاعه ومش بيحسسك ان انا اللي كنت معاكي من ساعه، ده تخافي منه جدا. طيب احنا لو اتكلمنا على نرجع تاني لنقطه جواز الويك اند، هل ده بيؤثر خطر على اولادنا؟ في ايه بقى؟ ان انا دلوقتي انا النهارده مثلا ويك اند، لو انا منفصله، هل ان مش الويك اند ده المفروض يبقى بتاع اولادي علشان هم مثلا بيبقى هم كمان اجازات او كده، صح ولا لا؟ صح. طب ما احنا بنستنى نتجمع، هنفصل انا اسحب نفسي واقول لهم سوري معلش انا رايحه اشوف جوزي؟ لا طبعا. احنا بس خلينا نقول احنا في الاول قلنا ان الزواج الويك اند ده او ما يسمى بالويك اند مارج هو منتشر ما بين الفئه العمريه اللي من 45 ل 55، وعندها اولاد، اللي هو الاولاد بيبقوا ما بقوش مع حضرتك قوي في البيت، يعني الاولاد بقى كل واحد ليه نمط حياته، بقى اصحابه في المدرسه، اصحابه في الجامعه، هم اوريدي مشغولين عنك كأم، وانت حسيتي بالوحده. لا ده كده انا ربيت غلط بقى، لان مش عارفه. بس انا هقول لحضرتك على حاجه، غلط. يعني احنا لو بنتكلم في الفئه العمريه الكبيره شويه، برضو احساس الاولاد ان يعني 75 55 لا مش بتكلم على سن الام، سن الولاد. انا كده ربيت غلط، احساس ان هم ماما رايحه لجوزها برضو. لا ما هو احنا بنقول ان هم الاولاد رافضين، فممكن يكون الاولاد مش عارفين. بس اصلا ده احنا كده دخلنا في موضوع هم رافضين، بس احنا قلنا زواج مكتمل الاركان 100%، بس هم الاولاد رافضين قبول زوج مكان باباهم او حد غريب يكون موجود، والام برضه نفس الكلام، هي رافضه ان تدخل راجل غريب على بناتها الكبار، فبالتالي هي عندها حاجه وعندها رغبه وعندها محتاجه احتواء، محتاجه حد يشاركها روحانياتها، حد يشاركها فكرها، حد بس بدون علم يعني اولادها، بدون العلم بالظبط. ولكن مين الليدر في الموضوع؟ عارفين. انا ولا العيال؟ انا الليدر، انا اللي بوجه، بوجه، انا ماما، انا اللي بقول وانا اللي بودي وانا اللي بعمل وانا عشان تيجي النهارده يقف قدامي فيس تو فيس ويقول لي لا، يبقى انا ما عرفتش اربي. ما السن لو كبر بيقول لا، ما انا بقول لك يبقى انا في خلل حصل في التربيه كمان برضه. انت لما تيجي تقول لي لا يبقى في خلل حصل، لان ما حدش بيعيش وحيد وانت لازم تعرف ده. بس انا دايما بقول حاولوا تعملوا الموضوع ده والعيال والاطفال صغيره. تمام. وانا مع الاسف انا مش عارفه اقول لكم ازاي، انا الحوار عجبني جدا وعايزه اكمل جدا، انا مش عايزه افصل اصلا، بس هي مشكله. عايزه اوضح نقطه صغيره قوي، بس ان كانت زوجة ساره قالت في كلامها ان احنا بنكبر العيله عشان الاهل. لا هو احنا لو الزواج الويك اند ده ما بين اتنين سنجل او احد طرفي العلاقه سنجل، فهنا في شيء مرفوض وشيء لا ما تنفعش خالص. احنا بره دي تماما. تمام. مع الاسف وقت الفقره خلص ووقت الحلقه كلها خلص، بس بجد انبسطت بيكم جدا وشرفتوني ونورتوني.